تحدثت عن حبك للنثر وبعض القصائد الرومانسية، هل هناك موضوعات أخرى يعني موجودة في هذا الديوان؟ نعم، أحدثك عن قصيدة من نوع من أدب المعارضة أو من أدب المعارضات، كما قدمت من التنوع الموجود في هذا الديوان. هو هناك شاعر في المملكة العربية السعودية، شاعر جميل الدكتور عبد الرحمن صالح العشماوي، كتب قصيدة في مرحلة زمنية ما ونشرها في مجلة ما أكتب فيها، وقرأتها وأعجبت بها كثيرا. كانت بعنوان ريحانة القلب، فعرضتها بقصيدة أخرى من نفس البحر الشعري أو الوزن الشعري ومن نفس التجربة الإنسانية، ولكن أطلقت عليها ريحانة الشعر وأهديتها إلى هذا الشاعر الذي أكن له كل تقدير واحترام. ريحانة الشعر، روح الشعر لم تغب، غرد كما شئت لا تجزع من الصخب. ريحانة الشعر، عين الشعر واعية تقلب اللحظة بين الرمل والذهب. خيول شعرك تجري في أعنتها، في صولة الحق أسرابا من اللهب. يا من صنعت من الأشعار أسلحة، قد يفعل الحرف أشياء من العجب. فطيب الشعر ما جفت منابعه، يروي القلوب على الأيام والحقب. يا شاعرا ما همت في ثغره لغة، إلا ومرت لنا فياضة الأدب. فقيمة الناس في مغزى مشاربهم، وقد شربت أصول الدين والكتب. قد يكتب الشعر آلاف مؤلفة، لكن مثلك يبقى شاعر العربي. جميل، سعيدة جدا بلقاء حضرتك يا أستاذ يعني رفعت، وحقيقة النهاردة ديوان جميل جدا، حروف على صفحة القلب. يعني كنا معك ومع هذا الديوان وبعض القصائد الشعرية التي ألقيتها علينا وعلى السادة المشاهدين. سعداء جدا بلقائك ونتمنى كل توفيق إن شاء الله. كل سعادة لي وكل الشكر لكم، وأرجو أن أكون قد قدمت شيئا مفيدا للمشاهد إن شاء الله.